وصلنا بلاغ عن ست قافلة على نفسها باب الحمام وبتقول إن جوزها بيحاول يقتلها. بس اللي لقيناه هناك كان أرعب بكتير من أي حاجة ممكن تتخيلوها. وصلت أنا وزميلي حازم لبيت في آخر الشارع. عمود النور كان شغال بالعافية، والهوا بيلعب بالشجر والزرع. وقفنا قدام الباب الرئيسي وخبطنا جامد. شرطة، افتح الباب. مفيش رد غير صوت دندنة الجرس النحاسي اللي بيتهز مع الهوا. حازم كسر الباب بكل قوته وفتح برجله. فتشنا الدور الأرضي بسرعة، مفيش حد. المكان فاضي. قلت له: سمعت ده؟ حازم بص لفوق ناحية السلم. صوت عياط، صوت الست مكتوم ومخنوق كأنها ورا باب مقفول في أوضة فوق. حازم قال: هي مش المفروض تكون تحت؟ طلعنا على السلم بالراحة وبدأت أتكلم: يا مدام، ما تخافيش، إحنا الشرطة وإنتي في أمان. مفيش حد هيقدر يلمسك. صوت العياط اتصلب وفصل فجأة كأن حد داس على زر، وبعدها رجع تاني. بس المرة دي الست ردت من جوه أوضة النوم: بس هو لسه هنا. فتشنا أنا وزميلي الدور كله. مفيش أي حد يا مدام، إنتي في أمان. وفجأة الباب الرئيسي تحت اتقفل بقوة بطريقة ترعب. بصينا لبعض، ولمحت جبهة حازم بتعرق رغم إنه دنيا برد. شاورت له براسي يبص تحت. وقف من فوق السلم وبص على الباب وقال بثقة مهزوزة: أكيد الهوا هو اللي قفله. وهنا جه صوت ناعم وهادي خالص من جوه الحمام: أنت متأكد يا ضابط طارق؟ طول الليلة في المكان ده لا أنا ولا حازم نطقنا أسامي بعض بصوت عال نهائياً. ولا مرة. فهي عرفت اسمي منين؟ حازم اتنرفز وقال: يا مدام، أنت محتاجة مساعدة ولا لأ؟ لازم نتأكد إنك كويسة. ابعدي عن الباب لأني هكسره. جوايا كنت حاسس إن حازم مستعجل يكسر الباب عشان يشوف وشها ويعرف هي مين. وعرفت أسامينا إزاي. أكتر ما هو خايف على سلامتها، كان عايز يطمن عقله. قلت له: استنى يا حازم، بلاش، يمكن واقفة ورا الباب مباشرة ونعورها. ساعتها الست قالت ببرود يجمد الدم: يا ضابط طارق، قول لحازم لو لمس الباب ده أنا هقضي ليلة في بيته، وهكسر باب من أبواب بيته بنفسي. وصوتها وهي بتقول الجملة دي كان بنبرة مختلفة جدا، بقى خشن وأعمق بكتير. عمري ما فهمت يعني إيه حد وشه يصفر ويبقى زي الجثة، غير لما شفت رد فعل حازم على الكلام المرعب ده. المرة دي ما لقيتش طريقة أوقفه بيها. رزق الباب برجله وفتحه. بس لما دخلنا ما كانش في أي حد، ما فيش حتى شباك فوق الدش حتى حد يهرب منه، ولا أي باب تاني. ومع ذلك إحنا متأكدين إننا كنا بنتكلم مع ست ورا الباب ده. فتشنا البيت كله تاني، وحتى الجنينة اللي ورا ما فيش أي حاجة. وخلاص لازم نمشي. بصينا لبعض وخرجنا من البيت من غير ما نبص ورانا حتى. ودلوقتي ده الجزء اللي ما حكيتهوش لأي حد خالص، جزء مرعب لدرجة صعب العقل يستوعبها. أنا اللي سقت العربية وإحنا راجعين المحطة. هو كان فاكرني مش واخد بالي، بس إيديه كانت بترتعش جامد لدرجة ما تسمحلوش يسوق. وأنا برجع بالعربية لورا في الشارع. حازم ما بصش وراه خالص على البيت، بس الحقيقة إن أنا بصيت. ويا ريتني ما بصيت. بصيت عند صندوق الزبالة اللي جنب البيت. شفت خيال أسود وغريب قاعد جنب البوابة، كأنه بيمشينا بعينيه وبيراقبنا وإحنا ماشيين. ولما بدأنا نبعد والعربية تتحرك والبيت يبعد في المراية، الكائن ده بدأ يقف بالراحة. فضل يقف لحد ما راسه عدت سطح البيت.